ممكن تكون سمعت قبل كده عن مشروع مانهاتن. باختصار لو متعرفش ايه هو مشروع مانهاتن، فده مشروع عملته الولايات المتحدة الأمريكية عشان تطور فيه أسلحتها، واللي أول سلاح عملوه كان القنبلة النووية. لكن ده مش موضوعنا، لأن موضوعنا النهاردة هو عن دكتور مانهاتن اللي اتسمى على اسم المشروع. فلو انت بقى بتتفرج علينا لأول مرة، ما تنساش ترزع اللايك المتين وتعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقات الجاية، وما تنساش برضو تتابعنا على التيك توك. ومن غير رغي كتير بقى، يلا بينا على الفيديو بتاعنا، وده بعد الانترو. الاسم الحقيقي لدكتور مانهاتن هو جوناثان ستورمان. هو شخصية باردة وبعيدة عن الناس ومن السهل تشتيت انتباهه. بص، مش عايزين نخش في التقيل كده على طول، عايزين نشوف ايه هي الأول نشأة جوناثان ستورمان أو دكتور مانهاتن. جون اتولد سنة 1929 في ألمانيا، ولما كان عنده 9 سنين حصلت له أكتر حاجة مأساوية، وهي إنه شاف أمه وهي بتتقتل قدام عينيه. وده حصل لما كان هتلر بيطرد اليهود بره البلد. اتنقل جوناثان مع أبوه للولايات المتحدة، واللي كانت في الوقت ده لسه ضاربة هيروشيما بالنووي، وكان عنده شغف كبير جدا تجاه شغلانة أبوه، وهي صنع وتصليح الساعات. بس أبوه قال له يعني من الآخر الشغلانة دي مش بتأكل عيش، وأبوه أصر إنه يكمل تعليمه ويدرس الفيزياء النووية. في أغسطس 1959 وبعد فترة من عيد ميلاد جون ال30، جون كان عايز يدي جاني ساعتها اللي يصلحها لها. طب مين دي؟ دي يا صديقي الجيرل فريند بتاعته. استغفر الله، ملناش احنا دعوه بالكلام ده. ما علينا، يعني هو اكتشف انه نسي الساعه في بلطو المعمل اللي جوه اوضه الاختبار اللي اجروا فيها التجارب، ولسوء الحظ وهو بيحاول يسترجعها الباب اتقفل لوحده كخاصيه امان. صحابه كلهم ما قدروش يفتحوا الباب، وكانوا بيحاولوا باستثناء جاني اللي ما قدرتش تشوف لحظاته الاخيره. حرفيا كان بيتلاشى، وجسمه كان بيتسلخ بفعل المولد، وعلى طول تم اعلان وفاته. خد رايح فين؟ تعالى يا عم، انت هتقفل الحلقه بمجرد اني قلت لك انه مات ولا ايه؟ اعمل لايك بس كده وكمل الحلقه عشان احنا لسه بنسخن. اللي حصل يا معلم ان وعي جون بدا في محاوله تدريجيه لاستعاده الشكل المادي. هتقولي يعني ايه استعاده الشكل المادي دي؟ هقول لك يعني جسمه بدأ يتكون من جديد. هتقولي بعد ما تلاشى؟ هقول لك بس مش هيرجع بهيئة جوناثان ستورمان، ده هيرجع بهيئة تانية خالص. الفكرة ان جسمه بدأ يظهر جزئيا، اولا كجهاز عصبي من غير جسد، بعد كده كنظام للدورة الدموية، وبعد كده كهيكل عظمي، وكل ده بقى كان في مجرد ثواني. وفي الاخر ظهر كرجل طويل من غير شعر ولا هدوم ولونه ازرق. كان بيواجه صعوبة متزايدة في التصرف مع اي موقف، واللي ادى الى اتهامه انه بلا عاطفه وغير مهتم بشؤون الانسانيه، وما عملش حاجه عشان يمنع اغتيال جون كيندي، رغم انه كان عارف انه هيتقتل لما قابله. الولايات المتحده طبعا شافت قدراته فخلته جندي عندها، ودي فرصه لا يمكن يفوتوها. وجاي لك انا في السكه وهقول لك قدراته كلها. المهم يعني ان الولايات المتحده اطلقت عليه اسم دكتور مانهاتن، بس هو رفض استخدام الرمز ده واختار تمثيل ذره الهيدروجين. تعال بقى يا صديقي كده مع بعض نعرف ايه هي قدرات دكتور مانهاتن. اول حاجه كده وهي الناي اومنيبيتنس، فهو بيعرف يتحكم في بنيه الحمض النووي الخاص بيه. تاني حاجه وهي الناي اومنيشنس، بسبب انه بيشوف الماضي والحاضر والمستقبل في وقت واحد، فهو قريب من المعرفه الكليه. عنده برضه وعي كوني، وعنده قدره على الاشراف على الاكوان الاخرى زي ما هو عايز، ويقدر يشوف كل الجداول الزمنيه القديمه اللي تم تغييرها او محوها. يقدر برضه يعمل نسخ من نفسه ويتحكم في الحاجات عن بعد. طبعا عنده سوبر سنس، سوبر هيرنج، سوبر فيجن، يقدر يكرييت انرجي يعني يخلق طاقه، وبيعرف يطير. ده شيء مفروغ منه، يعني لا يمكن يكون حد عنده كل اللي فات ده ومش بيعرف يطير، هيبقى مهزأ جدا بصراحه. وطبعا مش محتاج اقول انه ايترنال، هو خالد. عنده 3 قدرات تانيين مهمين جدا، وهما الفيزنج، التليباثي، والتليبورتيشن. الفيزنج وهو بيقدر يعدي من الاشياء الصلبه زي فيجن كده، والتليباثي وهو انه بيقدر يغزو عقول اي حد يقراها او يتحكم فيها كمان. واخيرا هو التليبورتيشن وهو الانتقال من مكان للتاني في لمح البصر. بس يا صديقي، دي كانت كل حاجة أقدر أقولها لك عن دكتور مانهاتن. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لأن ده هيشجعنا جدا إننا نكمل، وألقاك يا صديقي في فيديو جديد.